عسلامة الناس كله، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا في خير. اليوم باش نعملوا حاجة سهلة وحويجة حلوة لسهرية رمضان. باش نعملوا هريسة اللوز والا هريسة حلوة والا قلب اللوز، كل حد كيفاش يسميها، بطريقة سهلة واقتصادية. تبوا معايا حتى لاخر الفيديو باش تكتشفوا برشا نصائح باش تنجح لكم الوصفة وتجيكم طرية ومعسلة وتجيكم شادة روحها ماهيش مفرولة. طريقة سهلة وبسيطة. كانك أول مرة تدخل للقناة ما تنساش تشترك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. وبالنسبة للمتابعين القدم ما تنسونيش في كومنتاريتكم المزيانة وشوفوا المنظر متاعها كيفاه يشهي. تويكا باش نتعداو للمكونات. عندي الطبق 25 على 25 سنتيمتر باش ناخد نحط فيه السميد باش نقيس بالطبق. هذه أسهل طريقة انكم تقيسوا بالطبق تنجح معاكم 100%. بالنسبة للسميد اللي استعملته السميد الخشين، السميد خشين لهو المتوسط ولهو الأرطب. من بعد ما نستويه توا السميد الكله في الطبق، ومن بعد باش نحط صبعي هاوكا كيما تراو، تحط صبعك وتبدا تكيل، لازم يوصل حتى للاخر اظفر. وتويكا باش نقيسوهم بالكيس ونشوفوا قداه من كيس. 3 كيسين ونص، جاوني 3 كيسين ونص. الكيس يوزن 140 جرام. وتوا باش ناخذ رشة ملح نزيدوها ونحركوه ونزيدوه شوية لوز مهروش. عندي انا حكاية 30 جرام ما اكثرش، مش برشا، حسيلو مغرفة متاع ماكلة. ونحركوه، تنجم تستغنى عليه على اساس هذه اقتصادية باش نخدموها. وباش نزيدو 4 كيس زيت، نفس الكيس اللي كيلنا به باش نزيدو 4 كيس زيت. هو ما تستحقش يعني انه تعمل بزيد والا تعمل اقل مثلا تخسر لك، لا ما يصير لها حتى شيء. جوست احنا باش نبثثوه ويلزم يتبلبل كدا بالزيت، هذه اسهل حاجة. يعني انك تحط له الزيت وتحاول تبثه لين يتبلبل كدا بالزيت. وتوا باش نزيدو روح اللوز، كان ما عندكش نجم تستغنى عليه، اما احنا باش نحطو روح اللوز باش نعززو الطعم اكتر باش يجي ابان معناتها. ونزيد نحركوه بالطريقه هذيك باش تتوزع روح اللوز في السميد الكل. هاكا بسهوله تبسس معانا وشرب الزيت. ونخليوه تويكا على جهه وباش نخدمو السوائل متاعنا. خذيت صحفة حطيت فيها كيس سكر، الكيس ديك متاع السكر 170 جرام السكر. تنجم تحط كيس ونص، هو راهو تتسمى بالضبط السكر، تنجم تزيد أكثر. ونفس الكيس حطيته بالماء. على فكرة الماء دافي ماهوش بارد، لازم أهم حاجة ننصحكم بها الماء ما تستعملوش بارد، الماء دفيوه. كيما باش تدفي الماء كي باش تعمل الخميرة. ديت الخميرة متاع الخبز ندفيولها الماء باش تتفاعل، نفس الدفاء هذاك كيما دمعة العين معناتها السخانة متاعو ماهوش سخون ومش بارد، مهم برشا. بعد ما حركته بالميكسور بلونجون ولا تنجم تحركه بالفوي هو والسكر، جوست باش نذوبوه شوية اكاهو ونزيدوها للسميد. هاكا قعد شوية، يعني قعد شوية سكر لاصق في الصحفة، زدته شوية ماء وزدته لها. يعني القياس الكله كيس وشوية، حكاية 3 مغارف ماء ما أكثرش. ونحركوهم توا المكونات الكل مع بعضهم ونخليوهم يرتاح. مانيش باش نحط توا الخميرة، من بعد ما يرتاح نص ساعة ويشرب بالكدا ولا ساعة غير ربع باش نزيد له الخميرة. وتوا بعد ما تعديت حكاية ساعة غير ربع شرب بالكدا الماء الماء والسكر اللي حطيناه. ونعاود نقولكم الماء لازم يكون دافي، راهو اذا كان ما تحطوش دافي الكعبة متاع السميد باش تقعد كاسحة ماهيش باش تترم بعد كتيب. ودهنت الطبق بشوية زبدة وباش نحط عليه توا الخليط. بالنسبة للخميرة استعملت مغرفة متاع قهوة مليانة، مغرفة متاع قهوة مليانة خميرة، زدتها في الاخر بالكل وحركتها. ومن بعد صبيت توا المكونات في الطبق. الخميرة تحطها اخر حاجة. بوتويكا نوزعوا المكونات كلها في الطبق بالسياسة بالطريقة هذيك، لازم يكونوا قد وما يلزمش تكون جارية لهريسة اللوز متاعك، لازم تكون
كيما هكاكا يعني شاربة بالكدا، ماهوش طرية على الاخر تبدا معبية بالسوائل وماهيش ناشفة، لازم تكون بالطريقة هذيك. ونوزعوهم بالتساوي على كبر اطباق. وكما قلت لكم ونعاود لكم، راهو الماء لازم يكون دافي وما تحطش الخميره من الاول، من بعد ما يرتاح بين نص ساعه لساعه غير ربع نزيدوه الخميره ونحركوه ومن بعد نصبوه في الطبق. وكي نصبوه في الطبق نزيد نخليه يرتاح لو طون اللي سخن الفور. من بعد ما نكملوا نوزعوه بالتساوي ونستوه بالباليت هذيك. توا باش نرشمو، باش نقص يعني المربعات اللي انا حاجتي بهم، خذيت الباليت متاع الهريسة لوز باش تساعدني بالكدا والرشمة تكون مستوية. وفي نفس الوقت باش نتأكد من بعد كي نهز المرسو لا يجيني صغير ولا يجيني كبير يبدا متفتفت وطايح من الجناب. ودوب نرشموها اكاهو، ما نغطسوش السكينة في القاع. وتوا ناخذو باش نقيسو من العرض، يعني خدمنا من الطول وتوا باش نقيسو بالعرض، ونفس الطريقة نقيس بالباليت ونرشم بالسكينة ونعدي الخط على الطول. هذه اسهل طريقة انك ترشم بها الهريس لوز متاعك باش يجيوك مرسوات مسويين. وتويكا نخليوها بعد ما نحط لها توا كعبات اللوز، تنجم تخليها من الفوق ما تحط لهاش لوز، والا تحط لوز مهروش كيما تحب انت. الاختيار راجع لك انت، ولا تنجم تعمل كعبة واحدة لوز، والا تعمل كيما عملت انا كعبتين. تنجم تعمل لوز الابيض من غير قشرة، انت وشنو المتوفر عندك. ونشعل توا الفور على 220 درجة من الفوق ومن اللوطة، ما هو سخن حكاية 10 دقايق تكون ديجا ارتاحت شوية. ونحطها التيب من اللوطة وين ترى من الجناب احمرت، نشعل عليها من الفوق. قعدت لي ساعة 40 دقيقة من اللوطة و20 دقيقة من الفوق. من بعد نخرجها نزيد نعاود الرشمة هذيك نخرقها بالكدا بالسكينة وباش نحط الشحور. بالنسبة للشحور ساهل برشا، ما صورتوش وانا نحضر فيه. تاخو 2.5 كيسان سكر، عليهم 5 كيسان ماء. نفس الكيس اللي كيلنا بيه السميد ناخذو 2.5 كيسان سكر و5 كيسان ماء. ومغرفة متاع ماكلة عصير قارص يطيب على النار. بعد ما هو من الاول تخليه دوب ما يغلي، يقعد 15 دقيقة. وقت اللي يبدا يغلي تحط 15 دقيقة وبعد تطفي عليه النار. ونزيدو نصف مغرفة متاع قهوة روح زهر. لازم يكون بارد وتكون الهريسة لوز سخونة. دوب ما نخرجوها من الفور نبداو نسقيو فيها. هذه المعلومة مهمة، انه الشحور يكون بارد والهريسة لوز تكون سخونة. ولازم انك تسقيها مليح، هي تشرب وانت تزيد تسقيها حتى لين توصل ما عادش باش تستحق اكثر. وين تراها ما عادش تشرب وقعد هكا السقال كله يعوم الفوق، وقتها تخليها بالطريقه هذيك. وبالنسبه للشحور ما قعد ليش برشا حكايه مغرف، خليته على جهه كان استحقيته وشربت وقتها نزيدو ونرجعها للفور يكون ديجا سخون ما نطفيهوش. بعد ما انت تصب لها اسقاء ترجعها للفور ووقتها تطفي عليها النار. ومن بعد خرجتها انا بما اني مزروبه ما خليتهاش تقعد، نورمالمون تخليها ليله كامله ترتاح، ولا اقل حاجه 7 سوايع والا 8 سوايع. انا زربت عليها ما خليتهاش ترتاح. بعد ما برد الفور خرجتها من الفور وحطيتها في الفريجيدير، عديت 3 سوايع وحطيت نقص فيها. راهو لازم تخليها احسن. تو نوريكم من بعد شويه بعد بنهار كيفاش ولا القوام متاعها. وهذيك المرسو كيفاش قصيته معاكم، لا تفتفتت لا تفرولت ولا صار لها شيء، مكبوسه مش مكبوسه برشا معناها، وطريه ومشربه شربة الشحور بالكدا. صدقوني ابن هريسة لوز انا نجربها بصراحه مره هذه بنينه على الاخر. وشوفوا الشحور كيفاش سايل، وشوفوا القوام متاعها من داخل. هيك التصويره تحكم وحدها ما شاء الله. بصراحه جيت بنينه تهبل نودكم ومن شهيكم.
هذا ما خليتهاش باتت. توا هاوكا المرسو هذاك من بعد ما باتت هاوكا القوام متاعها تكبس اكثر. وتوا نقولكم الى اللقاء الناس الكل وباي باي.